بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الناس اللي بتتغرب علمها ربنا بيقول لهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. النهاردة حلقة الرقم أو العدد 40 و40 ما تنساهوش. 40 عمر المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة ونزل عليه الوحي من رب العالمين كان عنده 40 سنة. ومعظم الأنبياء والرسل نزلت عليهم الرسالة أو رسالات في سن 40، لأن هو سن الرشد. حتى ستنا خديجة لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمرها 40. و40 أو العدد 40 ذكر في القرآن الكريم 4 مرات. و40 نقول اللي هتسمعه دلوقتي إعجاز. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. تيجي بقى تشوف النطفة والعلقة والمضغة كل واحدة في تكوينهم 40 يوم. يعني النطفة تاخد 40 يوم، العلقة 40 يوم، المضغة 40 يوم. يعني 40 في 3 ب120 يوم. يعني الجمال الرباني، الجمال في الأرقام. ولما نيجي بقى نبص على الجمال في الأرقام هنلاقي حاجة غريبة قوي. أربع مرات كررت 40 و4 في 40 ب160 و160 يعني 10 في 16. والعشرة لما تقول الحاجة الكاملة أو الكمال لله وحده، كمال لله وحده لا نقاش في ذلك. لما تقول 10 من 10 أو 10 على 10 ده كمال، 100 من 100 أو 100% ده كمال. لما نيجي نضرب 10 في 16، ال16 هنلاقي كلمة كده كوت، هي كلمة تراب. تراب تساوي 16. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وهو الإنسان عبارة عن إيه؟ أنا عايز أبسطها لك، بس أبسط لك الدنيا شوية. أنت عبارة عن إيه؟ سألت نفسك؟ تراب نزل عليه مية بقى طين. الطين مسك. هو أنت سألت نفسك الطين ده مسك ليه؟ أيوة اسمع، صح، انت صح، والله انت صح. الطين مسك عشان الحديد. وعندنا سورة في القرآن اسمها سورة الحديد، منتصف القرآن، السورة رقم 57، عمود القرآن.
طيب احنا عندنا طين، ما تنساش ان احنا الطين ده كنا زمان بنبني بيه الفرن وبنسقف بيه البيوت وبنبني بيه البيوت، ومعظم البيوت كانت زمان ما كانش فيه اسمنت وما فيش حاجه، كان كله على الطين عشان الحديد اللي فيه. الهواء والشمس نشفوا، باقي صلصال. فنفخنا فيه من روحنا. نفخنا فيه من روحنا يعني ربنا سيل بقى الدم فيه. عشان كده الدم ده حاجة من الحاجات المقدسة، حاجة من الحاجات الإعجازية، حاجة من الحاجات اللي لا يمكن لأي إنسان ولا أي عقل بشري ولا عقل صناعي ولا أي مصنع ولا أي جنس كان مهما كان إنه ممكن يصنع الدم، لأنه من روح الله. بسيطة، خلاص كده خلصت، قضية محسومة خلصانة. وتيجي تقلب ال16 تلاقيها ايه؟ 61. 61 كلمة إسلام، مش الإسلام. الألف واللام هتبقى ب85، دي هنرجع لها بقى في حاجة كده، هنقول الجمال بتاع الإسلام وكلمة الإسلام وإن الدين عند الله الإسلام وإثبات الكلام ده بال85. هتستعجب، أرقام غريبة وحاجات غريبة لا يمكن للعقل البشري إن هو ممكن يتخيلها ويتوقعها. طب تيجي نبص النهاردة بقى، عشان احنا في جو التقلبات الجوية الكتيرة والناس اللي بتشتكي من الحساسية، ونتكلم على موسم الحساسية والناس اللي عندها جيوب أنفية، والجيوب الأنفية دي نوع من أنواع الحساسية وناس كتيرة قوي بتشتكي منها، ويا عيني بيبقوا متعذبين فعلا عذاب، مش عارف يتنفس. النفس ده أهم حاجة. فنفخنا فيه من روحنا. انت بتتنفس هوا، هو الهوا ده كلنا بنتنفسه هوا واحد. نسب الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والغازات الخاملة وكل ده نسب كلها واحدة. احنا كلنا بنتنفس هوا واحد، مفيش واحد بيتنفس هوا بشرطة والتاني بيتنفس هوا ناقص شرطة، كلنا هوا واحد متساويين فيه. طب الناس اللي عندها بقى الحساسية، خلي بالك، الحساسية من التراب ومن البرفانات ومن الغبار ومن ريحة الطبخ. أي حاجة أنت تبقى طبيب نفسك، الحاجة اللي تعمل لك الأعراض وتقفل مناخيرك أو تلاقي هرش أو بتهرش، ابعد عنها. ناس كتيرة قوي من الناس بتاعت الجيوب الأنفية يقول لك أنا عايز أعمل العملية، عملية الجيوب الأنفية. ما تعملش عملية الجيوب الأنفية لأنها ترجع تاني، ولو عملتها تعملها لسبب ضروري وقهري إن أنت مش عارف تتنفس. الناس أصحاب الجيوب الأنفية اللي مناخيرهم مسدودة ومش عارف يتنفس يعمل العملية، لأن أحيانا بيبقى معاها 99% بيبقى معاها الحاجز الأنفي بيبقى معوج، وبيبقى في حاجة بولب كده بتبقى موجودة، دي تتشال مع الإصلاح بتاع الحاجز الأنفي عشان تسهل دخول الهواء جوه، لأن الهواء بيبقى مقفول والجيوب بتبقى مقفولة. انت في عندك جيوب هنا موجودة لو اتقفلت خلاص مش عارف تتنفس. عشان كده تاخد ضد الحساسية وتغير ضد الحساسية كل شوية. والناس بقى العلاج الأمثل للحالات دي بالذات هو الكورتيزون، دراج اوف تشويس هو الكورتيزون، لأن الكورتيزون دراج اوف تشويس في انجلترا وفي فرنسا في علاج الحساسية، allergic sinusitis الكرونيك بالذات، لأن ده موضوع من الموضوعات المهمة اللي الناس كلها بتشتكي منها الأيام دي. فأنا حبيت بس إن أنا أنوه للناس، أقول لهم الناس اللي عايزة تعمل العملية ما تعملهاش غير للضرورة القصوى، لأنها بترجع تاني سنة 2 3 هترجع تاني. ليه؟ لأن دي حساسية، والحساسية ما بتروحش، حساسية موجودة. هتلاقي بعد كده بقى معاه حساسية في الصدر، نزلت على صدره، بدأ يعمل برونكال أزمة معاه، حساسية صدر معاه، عنده ربو،
عنده هرش، ارتكارية، لازم يبقى معاه متلازمات. فعشان كده انا بقول لك ما تصرفش فلوسك على الفاضي، وما تنسقش لكلام حد، واعرف انت طبيب نفسك. الوقاية خير من العلاج. protection better than cure. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة العدد 50. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.